معلش، ابويا بيني وبينه باب مش عارفه اوصل له، ولا عارفه اتكلم معاه، ولا عارفه. عايزه افهم، انا مش فاهمه، انا مخبوطه على دماغي، انا مش فاهمه حاجه، عامله بالظبط زي اللي بتلف حوالين نفسها، مش فاهمه حاجه. طب اتكلم معاه، طب افهم هو كويس ولا مش كويس، ده بياخد انسولين وتعبان وعايزه افهم. مش فاهمه حاجه، ومحدش بيفهم حد حاجه، ومحدش حتى فكر انه يفهم حد حاجه. انا ما لقيتش قدامي الا اني، معلش، انت عارف لما تبقى عامل زي الطفل الصغير اللي مش لاقي قدامك حاجه انك تدبدب في الارض. كنت بدبدب في الارض، مفيش حد جنبي، مفيش حد معايا على فكره، كل الناس زيي مخبوطين على دماغهم. الصدمه كانت اكبر من انه مثلا انه توفيق عكاشه اتقبض عليه، لا، مش قصه توفيق عكاشه اتقبض عليه، قصه توفيق عكاشه اتخطف بالشكل ده. توفيق عكاشه مش مجرم، وانا قلت الكلام ده لناس كتير ويمكن يكونوا شايفيني وسامعيني. توفيق عكاشه مش مجرم، توفيق عكاشه مش تاجر مخدرات، توفيق عكاشه مش ارهابي. انت لو عايزه في قضيه، لو في قضيه مفتوحه ومحطوطه في الدرج او ايا كان، وعايز تطبق القانون، كلمه وقول له تعالى، عمره ما هيتاخر عنك. ما هو وقت ما كان القضيه بتاعه اهانه القضاء، الراجل راح بنفسه وحط نفسه في القفص، وقف مع الاخوان، ودي كانت صدمه بالنسبه لي برضو. توفيق عكاشه والاخوان في قفص واحد. ف يعني ما اعرفش، بس في اليوم ده انا كنت مخبوطه على دماغي بالطريقه اللي تم اختطافه بيها، بشكله هو موجود في الحجز. يعني انت عارف انا بقول لك ايه يا احمد،